إخضاع هذا الطرد إلى تفتيش عيني دقيق من طرف المفتش كمرحلة أولى عند الاشتباه في أي طرد. بعد التفتيش تم العثور على خزف. بعد تحقيقات مستمرة ومن أجل معرفة البلد المراد تصديره له، تبين أنه موجه نحو دولة المغرب، ليكتشف أن الخزف يعود إلى الحقبة العثمانية. هذا خزف صحيح، خزف يحتمل أن يعود إلى الحقبة العثمانية. محاولة بأت بالفشل كانت تهدف إلى سرقة تاريخ وتراث الجزائر.